جون لو أزور من دار الهمراء، واحد من بدائل عطر النيش المميز لوي فيتون افترنون سويم. هل يكون في المستوى؟ تبع حتى الاخر، قادر نختلفوا في الرأي انا وياك، وما تنساش الاشتراك. بالنسبة للمظهر، العلبة كرتونية باللون الأزرق متدرج، جميلة. رمز الخط العطري جون لو، اسم الخط العطري، اسم العطر، اسم الدار، تركيز العطر اود بارفان، حجم العطر 100 مليلتر. في الأسفل المعلومات المعهودة في كل عطور لطافة، دار الهمبرا، معلومات عامة عن العطر، العلامة المائية لدار الهمبرا. هذه العلبة الكرتونية، ومن الداخل الأسطوانة، نفس المعلومات اللي كاينة في العلبة الخارجية، محكمة الغلق، القارورة باللون الأزرق، نفس الديزاين للعطر الأصلي. القارورة يعني رائعة، ثقيلة، ما عندك وش تقول عليها. الغطاء مغناطيسي، توب، روعة. المظهر 10/10، خصوصا في الخط العطري جون لو، هو نفسه تقريبا اللي كاين في العطور الأصلية لوي فيتون. بالنسبة لمكونات العطر، عندنا في المقدمة برغاموت ومندرينة، في القلب برتقال، وفي القاعدة عنبر رمادي وزنجبيل. واو، رائع، ريحة جميلة جدا، ريحة حمضيات. ملاحظة الكحول كاين واضح لكنه عادي، وشو ما يدومش بزاف، عندكم حوالي دقيقة ومن بعد يروح خلاص يعود مكانش. ريحة جد منعشة، روعة، خصوصا الأجواء الحارة توب. في الأول تشموا ريحة حمضيات، يعني العطر كله حمضيات. في الأول حمضيات 50% برغاموت و50% مندرينة. من بعد حوالي ثلث ساعة، يعني حوالي 20 دقيقة، البرغاموت يغلب على المندرينة ويولي شوية طاغي. العطر حيوي، يمد طاقة، رائع. مع الوقت ريحة البرغاموت تزيد تنقص، ويبدأ يخرج لنا القلب اللي هو برتقال جد طبيعي، جد شهي، رائع. يعني وكأنك هزيت حبة تاع برتقال تاع تشينا وعصرتها على يدك ولا عصرتها على روحك. الريحة جد طبيعية. القاعدة كاينة في خلفية العطر من أول دقائق، كاينة في الخلفية. زنجبيل متشموش، بس هو اللي يمد الطاقة والحيوية اللي الكبيرة اللي كاينة في العطر هذا. العنبر الرمادي يمد نوعا ما طابع دخاني لكنه خفيف جدا، ويخلي العطر هذا شوية فخم، ماهوش فخم، شوية برك فخم. الريحة جميلة جدا، الطابع الصناعي صفر، ما كانش من اول رشه حتى يروح خلاص، ما تشموش وما تحسش به تماما، وكانه يعني العطر 100% طبيعي، وكانك قاعد تشم في العصائر تاع المكونات بكل تاع الحمضيات. الريحه رغم يعني الجوده تاعها والجمال تاعها، الا انها ريحه نوعا ما مألوفه، يعني ريحه حمضيات اللي كاينه في العطور وكل، وشيوه النوعيه طوب، رائعه خلاص. والجودة هذه ما هيش مألوفة تماما يعني في باقي العطور. نقطة واحدة أخرى، العطر يعني بما أنه حمضيات، التطور تاعو جد ضئيل، يعني تقريبا حمضيات في حمضيات. عندك برغاموت، مندرينة برتقال، يعني وكأنه عطر خطي. والأصلي يعني ولوي فيتون افترنون سوين هو عطر خطي، والشيء والمكونات اللي فيه تتبدل كل ساعة، تشم حاجة، ساعة المندرينة، ساعة تشينا، ساعة البرغاموت، من بعد زيد ترجع لك المندرينة. هذا لا عطر هرمي، تشم المندرينة في الأول ومن بعد تروح ما تزيد تشمها خلاص. البرغاموت كاين ومن بعد يغلب عليه البرتقال، ويخليه يعني يدور غير في الحمضيات هذه، محدود في التطور تاعو، ماكش حتشم يعني نوطات بزاف، والامر عادي. يعني ملخص الرائحه، ريحه حمضيات جد منعشه مع لمسه خفيفه من الفخامه. بالنسبه لاداء العطر نوعا ما تحت المتوسط بالنسبه للعطور الصيفيه. فواحان نصف ساعه الاولى شويه فوق المتوسط، يزيد معاك نصف ساعه واحده اخرى تحت المتوسط ونوعا ما في الاخير ضعيف. الانتشار 20 دقيقه الاولى متوسط، ومن بعد ليه يضعف ما يكملش ساعه. ثبات على الجلد حوالي 3 سوايع ونص. ثبات على الملابس تقريبا 6 ساعات، يعني اداء ضعيف بالنسبه لباقي عطور الصيفيه. صيفي بامتياز، لكنه صالح الايام الدافئه تاع الخريف وتاع الربيع، صالح 24 ساعه ل 24 ساعه، خصوصا يعني في الصباح
حتلقاوه جد مميز، يعطيكم طاقه وحيويه يخليك تفطن في الصباح. تزيد من وراه قهوه طوب، قادر جبل تريبو. ونظرا لادائه الضعيف خصوصا في الفواحان والانتشار، العطر صالح الا للاستعمال في المناطق المغلقه. في الاماكن المفتوحه هذا العطر ما يبانش خلاص، وكانك يعني ماكش مداير عطر، لازم واحد يجي يلصق فيك باه يشمو. جد مميز في الاستعمالات الروتينيه اليوميه، يعني هذا العطر تهزو في المجمل تاعو في الاداء تاعو. هذا عطر ديسكري، الناس اللي يحبوا العطور ديسكري هذا هو العطر تاعكم. في العمل حيكون توب، حتستعملوه في البيت توب، ماهوش تاع اوقات مميزه ولا تاع حضور مميز. الكاريزما صفر، ما عندوش حتى كاريزما، يعني هذه باينه. في المجمل عندكم عطر مليح للاستعمالات الداخليه ونقطه الى السطر، يعجب وحيكون توب لاصحاب العطور ديسكري. ومثلا في الاستعمالات تاعو اللي نقول لكم العطور ديسكري هذا توب تاع الاستعمال تاعو. الا كان عندك مثلا زملاء يخدموا معاك في نفس المكتب هذا توب، ماك حد يرونجيهم ما والو، بالعكس مع ريحته مليحه وما هيش طاغيه حيكون يعني توب. ولا تستعملوا في صاله تاع رياضه ثاني 10 على 10 رائع. عندك ريحه مليحه بصح يعني غير في المجال تاعك تاع ماكش حد يرونجي الناس الاخرين، ماكش حد تقلق الناس الاخرين. يخرج مع كلش بكل سهوله، من اللباس الرياضي لللباس الكلاسيكي، سهل مستساغ لدى الجميع، ريحه يحبوها الناس بكل. وشي ريحه مألوفه، ما فيهاش هذاك الطابع جديد ولا الواو، ما كانش، ريحه مألوفه مليحه عاديه. اللي فيها مميز كما قلت لكم جوده المكونات برك. العطر صالح لكل الاعمار، يديروه الاولاد صغار، يديروه المراهقين، الشباب، الكهول، الشيوخ، من 9 ل 99 طوب عند الناس بكل. نورمالمون حاطينه للجنسين، انا نشوف فيه مايل اكثر للرجال بكل وضوح. بالنسبه لتقييم العطر، المظهر طوب روعه ويفوت يعني بزاف، وقلال اللي في الفئه تاعو عندهم المظهر هذا، وعندهم لي ديتاي وعندهم التفاصيل هذا كل اللي كاينه فيه. جوده التصنيع قمه توب، ومهما خليته في التغليف تاعو حيكون توب. كنت تستعمل هذه وحدها مليحه وتعجب، تستعمل هذه وحدها مليحه وتعجب، ما لكن خليت هذه وحدها يا واش حنحكي لك روعه. اللي يشوفها واللي يسمع لي يكون ما يعرفش وش الدار هذه اكيد حيحطوا واحد توب عطور ديزاينر، لا ماهيش واحد من توب عطور نيش. وسيرتو مع الغطاء المغناطيسي 10 على 10 المظهر. الريحه جميله هايله منعشه صيفيه بامتياز، لكنها مألوفه، يشبه بنسبه لا تقل عن 80% في الريحه العطر الاصلي لوي فيتون افترنون سويم. الاخر من توب يعني عطور العالميه بالنسبه للمكونات. انا نظنه في لوي فيتون افترنون سويم اي مكونات طبيعيه كي تشمها اي عالم واحد اخر، كوكب واحد اخر خلاص. زايد الاداء تاعو خير من هذا بزاف. الشتات يعني هو الاخر ثاني الاصلي ماهوش وحش اداء، بصح في الاداء خير من هذا بزاف خلاص. وهذا كما قلت لكم في الاداء تاعو. انا ما نحبش يعني العطور اللي ديسكري، انا نحب العطر على الاقل يكون عنده درجه من الفواحان ويكون عنده انتشار يعني معين. العطور هذو اللي ديسكري انا شويه ما نحبهمش. في التقييم تاعي الشخصي العطر هذا يستاهل 6 على 10. اما اذا كنت تحب تاع العطور اللي ديسكري والله مرغم والله لازم عليك تستعملهم، انا نظن قادره تقيم ب 8.5 على 10 بكل سهوله، خصوصا في الفئه السعريه تاعو. هذا كيما العطر اللي درناه البارح لي مورتال، هادو في نفس الفئه السعريه، في زوج يعني حوالي 6000 دينار جزائري. هذا طوب يعني في كلش، ما عندنا واش نقولوا عليه، مميز. شوفوا الفيديو تاعو اللي قبل هذا طوب. السعر تاعو يعني والله في الحقيقه يسهل 15 على 10 مش 10 على 10 برك. اما هذا كما قلت لكم انا ما نحبش يعني العطور، هذا رايي شخصي، ما نحبش العطور اللي ديسكري بزاف. درك نتوما وكل واحد واش الاحتياج تاعو واش يحب. تحب عطر صيفي قوي، تحب عطر صيفي ديسكري. كان هذا كلش على جون لوي ازور من دار الهمبرا. ما تنساوش كالعاده الاشتراك، الاعجاب، التعليقات، وتشاركوا الفيديو على خير، والجايه ان شاء الله.